بعد وفاة أسمهان، أغنية تسببت في حزن فريد الأطرش للأبد. رحلت الفنانة الجميلة أسمهان شقيقة الفنان فريد الأطرش بعدما سقطت سيارة تحملها هي وصديقتها ومديرة أعمالها ماري قلادة في ترعة الساحل، لترحل أسمهان وصديقتها، الأمر الذي ترك فريد الأطرش في حالة يرثى لها، وغنى لها أغنيات كفاية يا عين، يا زهرة في خيالي، لكن كلها لم تبرد ناري على فراق شقيقته. فلحن الأغنية الشهيرة يا وحشني رد عليا، ولكنه لم يستطيع غنائها بسبب بكائه المستمر. حاول فريد الأطرش مرات أن يغني الأغنية، خاصة أنه وضع لها لحن من أجمل ما يكون، لكنه كان يتذكر شقيقته أسمهان فينهمر في البكاء ولا يستطيع إكمال الأغنية. وكان المقطع الذي يبكي فريد الأطرش هو المقطع الثالث في الأغنية، والذي كتب فيه: الليل شافني وحدية، خدني في حضنه وسهرني، ونجومه بقت حواليا تحكيلي وتفكرني، بتفكرني بلياليك، بتفكرني بكلامك، بتشوقني لعينيك، بتشوقني لكلامك. وبعدها ينخرط في البكاء. فخاف فريد الأطرش من غناء الأغنية أمام الجمهور، لكنه أدى الأغنية في جلسة خاصة بحضور مخرج الروائع المخرج عز الدين ذو الفقار والمطرب محرم فؤاد. بعد سماع الأغنية طلب محرم فؤاد أن يغنيها بدلا منه. تردد فريد في البداية، فقال له محرم: حرام اللحن ده يا فريد. وغناها محرم فؤاد في فيلم سلاسل من حرير عام 1962. وظل فريد الأطرش يبكي كلما سمع هذه الأغنية، لأنها تذكره بشقيقته أسمهان التي رحلت في عز شبابها.